أطرح الفاتحة على روح رفيقنا محمد الصغير الذي علمت بخبر استشهاده أثناء تواجدي في المعتقل هربا من واقع الاحتلال منه وعبره إلى شهداء قوارب الموت في الصحراء الغربية. إلى كل من سعيد نيلي وكافة شهداء وطننا الجريح يعني في علاقة مع الجماهير ملتمس قراءة روح يعني إكراما لروح شهدائنا الأبرار ملتمس في علاقة مع الجماهير. سنقرأ سورة الفاتحة محاولة ترحما على شهداء الشعب الصحراوي قاطبة وشهداء لقمة العيش أينما حلوا وارتحلوا. كل الوطن الشهادة، كل الوطن الشهادة، بالبندقية بلاد الحرية، بالبندقية بلاد الحرية، حرب التحرير تدمر الجماهير، حرب التحرير تدمر الجماهير. إذن تحية المجد والخلود، تحية الإباء والكرامة، تحية العزة والكرامة لكافة شهدائنا الأبرار بدءا ببدء بالمعلم والملهم بالقائد والثوري مفشل ثورة العشرين الحيار ماي خالدة رفيقنا في الدرب المعلم مفشل الثورة الشهيد الولي المصطفى السيد منه وعبره إلى أول شهيد للتنظيم السياسي الجبهة الشعبية البشير الحلاوي. تحية المجد والخلود إلى مؤسس حركة طلائعية لتحرير الصحراء فقيد الشعب الصحراوي سيدي محمد إبراهيم البصري منه وعبره كذلك إلى كافة شهداء وطننا الجريح إلى شهداء حربي التحرير الأولى والثانية منهم وعبرهم إلى شهداء الانتفاضة الاستقلال المباركة. تحية المجد والخلود إلى شهداء حراك المعطلين الصحراويين يعني بالصحراء الغربية. إليك يا إبراهيم صيكا ومحمد علي ماسك ومحمد بهية. تحية المجد والخلود إلى شهداء إطار الطلبة الصحراويين إلى شهداء سفراء قضيتنا العادلة من داخل المواقع الجامعية المغربية. إليك يا حسن المومنتان إلى الزهرتان قطبتان يعني من بستان الطلبة الصحراويين بموقع أكادير إلى توأمي الفكر والنضال إلى كل من باب خيام والحسين الكتيف إلى حمادي هبان إلى عدنان الرحالي إلى عصام اليوسفي وأخيرا وليس بآخرا إلى الرفيق الذي تعلمنا منه مبادئ النضال والصمود إلى الرفيق رمز الاستقامة السياسية والانضباط الثوري الذي استشهد في ساحات الوغى دفاعا عن حق شعبنا الصحراوي في الوجود ليس في تحرير المسار بل في الوجود لأن الاحتلال يريد إبادة كافة أبناء الشعب الصحراوي. إليك يا رفيقنا الغالي عبد الرحيم بدري أبدا لن ننساك رفيقنا أبدا لن نخون العهد منك وعبرك إلى كافة شهداء حركات التحرر على مستوى العالم. الحرية لكافة المعتقلين السياسيين القابعين في دهاليز النظام الرجعي إلى أبطالنا إلى أولئك الأسود إلى رفاقنا معتقلين الحدث في سجن الخارجة منهم وعبرهم إلى الرفاق الذين جسدوا الفكرة إلى الرفاق الذين جاءوا بالفكرة التي استطاعت قلب الموازين من داخل المواقع الجامعية المغربية إلى رفاقنا مجموعة رفاق الشهيد الولي إليك يا حسين المختار عزيز الوحيدي البر الحجاوي عبد المولى حافظي ومحمد دادا. تحية المجد والخلود إلى أهالينا في مخيمات العزة والكرامة إلى المرأة الصحراوية قوام الصمود والتحدي. تحية المجد والخلود إلى كافة أبناء الشعب الصحراوي التحرر كافة الشعوب سواء الحرية والكرامة بدءا شعبنا الصحراوي الأبي والشعب المغربي الشقاق والشعب الفلسطيني البطل. يعني أيام قبل اعتقالي كان لي شرف
تسيير استقبال أحد المعتقلين السياسيين، واليوم أنا أستقبل بدوري كمعتقل سياسي. هذا بكل بساطة يلخص واقع الشعب الصحراوي، الواقع المليء بالمعاناة، الواقع المليء بالتضحيات، ومن منا لا يستحضر ذكريات أليمة في تاريخ الشعب الصحراوي لا زالت جروحها لم تشفى بعد. فمنذ الاجتياح العسكري للصحراء الغربية يوم 31 أكتوبر 1975 والاحتلال المغربي يتفنن في تعذيب الصحراويين، لا لشيء لأنهم أرادوا حقهم في الوجود، لا لشيء لأنهم أرادوا حقهم في الكرامة، لا لشيء لأنهم أرادوا أن يعيشوا حرين في وطنهم الحر المستقل. فمن منا لا يستحضر حينما تم قصف الصحراويين بالفوسفور والنبال من محرمين دوليين في مسرة أم طريقة، ومن منا كذلك لا يستحضر حينما تم رمي الصحراويين أحياء من الطائرات ودفنهم أحياء في مقابر جماعية. هذه الصورة الأليمة لمعاناة الشعب الصحراوي، قافلة من الشهداء، قافلة من المعتقلين الذين دفنوا في المعتقلات السرية، فمعتقلات أقدس وقلعة مكونة شاهدة على تضحيات الشعب الصحراوي، شاهدة على معاناة الشعب الصحراوي. والآن نحن أمام مرحلة جديدة، أمام نظام يدعي أنه دولة الحق والقانون، أمام نظام يدعي أنه مر إلى مرحلة انتقال حقوقي، ولكن اعتقالي أنا كان شاهد على أكاذيب هذا النظام، شاهد على واقع هذا النظام الذي يريد شيء واحد، يريد أن يبيد الشعب الصحراوي عن فكرة أبيه. لماذا؟ لأن الشعب الصحراوي رفض وسيرفض على مر التاريخ أن يخضع. لماذا؟ لأن الشعب الصحراوي شعب حر كريم. لماذا؟ لأننا كصحراويين لن نتهاون ولو دقيقة واحدة في الدفاع عن حقوقنا. اعتقالي جاء على خلفية نضالي من داخل إطار طلبة الصحراويين في موقع الشهيد عبد الرحيم بدري بجامعة بلوزهر بأكادير المغربية، باعتبار أن الاعتقال السياسي والاغتيال السياسي الآلية التي تستعملها الأنظمة المستبدة في كبح كافة الأصوات الحرة. أيام قليلة قبل اعتقالي تعرضت لحملة تشويه شنعاء، بل تم اعتقالي والتحقيق معي وتم تهديدي، واثناء اعتقالي تم تلفيق تهم واهية وتم خلق سيناريوهات. أكيد أن تلك السيناريوهات لو وضعت في هوليود لحصلت على جائزة الأوسكار. لماذا؟ لأن نظام الاحتلال في محاولة منه لإخفاء جرائمه في حقنا كأبناء الشعب الصحراوي يخلق سيناريوهات ويحاول أن يجعلنا كأبناء الشعب الصحراوي نبدو بصورة المجرمين. ولكن هي مناسبة لكي أحيي كافة المعتقلين السياسيين، لأنه كان لي شرف لقاء بعض المعتقلين السياسيين. ففي الوقت الذي يحاول الاعتقال أن يبين المعتقلين السياسيين الشعب الصحراوي على أنهم مجرمين، على أنهم قتلوا غير منظمين. مبادرة خلوصية، وتنازل عن قضية، مبادرة خلوصية، وتنازل عن قضية، مبادرة خلوصية، وتنازل عن قضية، مبادرة خلوصية، وتنازل عن قضية. كما قلت أنه في الوقت الذي يحاول نظام الاحتلال أن يظهر أبناء الشعب الصحراوي والمعتقلين السياسيين بصورة المجرمين، بصورة القتلة، إلا أن الكل من داخل السجون المغربية يشهد لهم بأخلاقهم الطيبة،
الكل من داخل السجون المغربية يشهدونهم بأخلاقهم العالية. الكل من داخل السجون المغربية يشهدونهم بمستواهم الثقافي. هؤلاء هم أبناء الشعب الصحراوي، هم يمثلون الشعب الصحراوي حتى من داخل المعتقل بصورة جيدة. لماذا؟ لأنهم اعتقلوا دفاعا عن فكرة. لماذا؟ لأنهم اعتقلوا دفاعا عن وجود الشعب الصحراوي. وكما قلت قبلا وكما سأعيد أن الفكرة حينما تسقط إلى الميدان لا يمكن اعتقالها، لا يمكن اغتيالها، بل يمكن خيانتها فقط. ولن يسجل التاريخ، لن يسجل التاريخ علينا أن نخون الفكرة، لأننا آمنا بفكرة 10 ماي ونحن على بعد أيام قليلة من تخليد فكرة تأسيس الجبهة الشعبية للتحرير الساكن حمراء والإسلام باعتبارها الممثل الوحيد والأوحد للشعب الصحراوي من حامي الإسلام. لذلك ورع في الختام أود أن أحيي كل من تضامن معي في محنتي. أكيد أن تضامنكم معي كان يصل صداه إلى داخل المعتقلات. أكيد أن الخطوات النضالية لعدلها الرفاق أمام السجون كانت تلقي بأثرها على الجلاد، وكان الجلاد يخضع لأنه يدرك عزيمة الرفاق. وفي الأخير لأعداء الشمس، لأعداء التقدم، لرجعية الولاء للمنشر والقبلية أقول لكم لن أساوم، وإلى آخر نبض في العروق سأقاوم. ولا نامت أعين الجبناء